السلام عليكم خوتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. فيديو جديد ونهار جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم كاملكم بالصحه والسلامه، وباش تمنيتوا ان شاء الله يا سيدي يا ربي. المهم البنات كتشوفوا اشنو قدامي هذا النهار. هذه مطيشه عاديه. المهم البنات راه حاليا هاد المطيشه هي اللي رخيصه في السوق. حاليا في هذا الوقت هذا راه مطيشه رخيصه. دايره 2 دراهم. هذه دايره 2 دراهم. وكاينه مطيشه ديال 3 دراهم ديال الشلاضه، راه غليظه وداكشي، ولكن هذيك مطيشه ديال الشلاضه بوحديتها، يعني ما غاديش تلاق لينا نديرو بها الحريره. بما اني انا بغيت نصايب الحريره اليوم، وبغيت نوريكم واحد الطريقه اللي غتصايبوا بها مطيشه ديالكم البنات وتحتفظوا بها في الفريغو. راه مطيشه راه تقدري تحتفظي بها مده 6 شهور، ما كيوقع لها حتى شي حاجه. تيقوني كتبقى كما هي بحال الا بحال جبتيها. هاد المطيشه البنات شنو غادي ندير لها؟ شنو محتاجه؟ انا محتاجاها علاش؟ انا بغيت هاد المطيشه الا بغيت نصايبها ونديرها في الفريغو ان شاء الله بحول الله الا بغى سيدي ربي، غادي نصايبها تقريبا هكاك شي شهر قبل رمضان ان شاء الله كنصايبها وكنديرها في الفريغو. وقت ما بغيتها كندير فيها ديال البيتزا، وكندير فيها ديال الحريره. ديال البيتزا كنخدمها بالزعتر وزيت العود، وديال الحريره كنديرها مطيشه مع مركز طماطم حك عيشه. كنصايبها اصلا كتجيني بحال المطيشه ديال الحك عيشه، كتجي زوينه بزاف وبزاف البنات. وإلا بغيتوا الطريقه انا غادي نشاركها معكم وغادي نوريكم كيفاش ديروا ليها. المهم البنات اليوم غادي نشارك معكم غير هذه الكميه قليله انتم كتشوفوا، واكيد غادي تكون هذه فكره اللي زوينه وغادي تنفعكم. اللي بغى يحتفظ بمطيشه، راه نتوما عارفين السوق دابا كيفاش داير، كل نهار كيتبدل السوق، يعني مره طالع مره هابط مره طالع. فبهذه الاثناء هذه بنادم اللي بغى يقتصد على راسو يعني، وواحد الحاجه متوفره وهي رخيصه، علاش ما ناخذوهاش ونستغلوها حتى حنايا ونحطوها عندنا الوقت اللي بغيناها كنجبدوها. بغيناها نديروها خاصه آه، الحريره، راه غادي نضيفوا فيها هاد المكونات اللي قلت لكم. غادي نضيفوا عليها مطيشه د الحك عيشه، كان هذه ديال الحريره البنات خاصه ديال الحريره. كنضيف ليها مطيشه د الحك عيشه، وكنضيف ليها شويه ديال التحميره باش تعطيني داك اللون الاحمر الغامق اللي كاينه في مطيشه ديال الحك. راه ضروري من هذاك. هما كيديروا ملون. هاد مطيشه الحك كيكون فيها ملون اصطناعي غذائي، ولكن حنا ما غاديش نديروا ملون اصطناعي، غادي نديروا بلاصتو التحميره. انا التحميره اللي غادي ندير بلاصتو ان شاء الله. دابا المرحله الاولى اشنو هي؟ هي مطيشه انا جبتها وغسلتها ونقيتها، كنضيفها هكا غادي نشدها بحال هذا الشكل، كنشدها وكنديرها في الكاسرونه ديالي وكنديرها الطيب. كندير غير شويه ديال الماء وغادي نشعل عليها ونخليها طيب تطيب مزيان. منين طيب مزيان غادي نهبطها، نحيد ليها القشور. راه كاين اللي كيطحنها بقشورها، كنقول لكم البنات هذيك الفكره راه غلط، ما ديروهاش بقشورها. هذه فيها واحد ضريبه من هنا، نحيدها ليها بهذا الشكل هذا. هي ماشي ضريبه هانتوما كتشوفوها، انما غير داكشي ديال المطيشه هانتوما شفتوها. صافي نديرها هنايا. هانتوما نحتفظوا بهاد المطيشه. بغيناها كما قلت لكم الحريره، راه غادي ندير ليها هادشي اللي قلت لكم. بغيت ديال البيتزا كندير ديال البيتزا حتى هي بوحديتها. بغيت غير باش طيبوا في السكسو. راه السكسو كنقردوا فيها البنات، كنقردوا ليه مطيشه. الا كانت مطيشه غاليه بلا ما نقردوها، من الاحسن نديروا هاد الطريقه اللي قلت لكم. ومنين كنديروا هاد الطريقه هادي راه كنجبدوها من الكونجيلاتور، كنجبدوا مطيشه ديالنا وكنحطوها في السكسو. مطيشه راه ما كاين ما احسن من مطيشه محكوكه كاع في السكسو. اللي ما بغاتش تقردها راه كدير مطيشه هكاك محكوكه، يعني كتصيبيها بهذه الطريقه هذه. اولا اللي ما كاين اللي ما كتعجبوش طايبه، راه البنات تقدروا غير تحكوها
حكوها وحطوها في الكونجيلاتور ديالكم. علاش لا ما نستغلوهاش حتى حنايا كما قلت لكم، لان دابا السوق كل نهار زايد، يعني ما كنعرفوش اليوم بشحال غادي تصبح مطيشه، غدا بشحال غادي تصبح. غادي نديرو هاد الماء صافي، غير هاد القياس، لان مطيشه حتى هي راه كتطلق الماء. غادي نضيفو هاد القياس ديال الماء صافي، وغادي نشعل عليها البوطه ونخليها حتى طيب. بالنسبه للبيتزا انا منين كنديرها هكا كندردر عليها الملحه. غادي ندير لكم طريقه تحضير ديال مطيشه البيتزا ان شاء الله، غادي نديرها لكم حتى هي. كندير ليها سميتو، كندير ليها الملحه، كندير ليها شويه ديال الزعتر كيطيب معاها، عاد كنعاود ندير ليها الزعتر ديالها بوحدها. صافي البنات، المهم هذيك غتبقى طريقه خاصه بوحديتها، غادي نشاركها معكم. هذه دابا غير ديال الحريره، بغينا نديروها الحريره، انا غنوريكم الطريقه باش غادي نصايبها باش تولي ليا بحال مطيشه ديال الحك. صافي البنات، نمشي نطيب هذه ونرجع لكم. صافي البنات، هانتوما كتشوفوا هي مطيشه ديالي بعد ما طابت، هانتوما كتشوفوها. هذه راه انا نقيتها باش تعرفوا، ها هي راه منقيه ياك، ها هي شفتوها. هذه راه قلت نخليها تنقيها قدامكم. منين كطيب البنات مطيشه راه دغيا دغيا كتنقى، دغيا دغيا كتحيد ليها ديك الجلده. هانتوما طريقه ولا اسهل، ها هي يعني كنقدروا نحيدوها بسهوله، لحقاش الا جينا نقيوها عاد نديروها غادي تشد لينا الوقت، وكتكون صعيبه ديك الساعات باش تنقى. دابا غير حيت باقا سخونه، انا نقيتها وهي مازال سخونه. هانتوما كتشوفوا غادي نحيدوا ليها كلشي القشر. انا خليت غير هاد 3 باش نقيهم قدامكم باش تشوفوا. هانتوما ها شفتوا كتنقى بكل سهوله، كتنقى هاي شفتوها، يعني كتنقى ساهله. ها هي كلشي تتحيد دغيا دغيا كتحيد، وخصوصا الا خليتوها حتى تبرد. خليتوها حتى تبرد راه غادي ديروا كونتيتي كثيره، دغيا دغيا غادي تنقيوها، ما غاديش تلقاو مشكل. هذاك الشيء علاش انا غير حيت مزروبه وكنصور معكم، وقلت ضروري خصني نقيها وهي سخونه. صافي غادي نهز هذا الجلود ديال المطيشه، ها هما بهذا الشكل هذا. صافي دابا راه كتبقى ليا غير مطيشه ديالي، ها هي حيد كاع الجلوف فين ما كانوا غادي نحيدهم، كتبقى غير مطيشه ديالنا البنات. هاد المطيشه اللي غادي نطحنوها، اللي بغى يطحنها سخونه يطحنها، اللي بغى يخليها تتبرد يخليها. المهم انا غادي نحاول نطحنها دابا، ندير واحد الكميه. المهم البنات فاش غنكونوا كنطحنوا هاد المطيشه هادي، اشنو غادي نديرو؟ غادي نديرها في الهاشوار. هانتوما غادي ندير مطيشه، وفي نفس الوقت غادي ندير معاها واحد المعلقه ديال التحميره، وغادي ندير معاها مطيشه ديال الحك. هاد مطيشه ديال الحريره البنات، ديال الحريره ماشي ديال شي حاجه اخرى. انا بغيت نبارطاجيها معكم باش اللي بغى يصايبها الطريقه كما قلت لكم، وما حد مطيشه رخيصه يصايبها ويحتفظ بها، راه ما غتوقع لها حتى شي حاجه. كديروها في المجمد ما كيوقع لها حتى حاجه، ما كتخسر ما والو البنات، كتبقى هي. صافي حبيباتي، هانتوما شفتوا انا غندير الكميه كامله لانها ما كثيراش عندي. هذه غير شي كيلو ونص ديال المطيشه، ماشي شي حاجه اللي كثيره. هانتوما شفتوها، ها هي. صافي غادي نحيد هاد الكسكاس ديالي، وهذا راه الماء ديال المطيشه ما غاديش نستعملو، غادي نخليه حتى من بعد. صافي غادي نحل المطيشه ديال الحك ونرجع لكم. صافي البنات، هانتوما هذه راه مطيشه د الحك بوحديتها. انا دابا كندوي لكم على هذه الا ما بغيتش نكثر فيها المواد، يعني شي حاجه اللي يكون فيها مواد حافظه بزاف، يعني ما نديروش بزاف ديال هاد المطيشه د الحك. هانتوما شوفوا انا كنضيف واحد المعلقه ديال التحميره كما قلت لكم، لان هاد مطيشه د الحك راه اكيد فيها مواد حافظه وفيها شحال من حاجه باش غادي تولي لينا بهاد الطريقه هذه. صافي انا غادي ندير هاد المعلقه هذه
غادي نكتفي بهاد المعلقه، هي اللي غادي نخدم فيها صافي. لان انا بغيتها باش غادي ندور الحريره، غادي ندورها بهاد الطريقه، يعني بهاد الطريقه ما غنحتاجش مازال انا نضيف ليها مطيشه ديال الحك. صافي هادشي اللي غادي ندير فيها. غادي نطحنها البنات ونرجع معكم. صافي البنات، ها نتوما شفتوا انا طحنت مطيشه ديالي، ها هي شفتوها. دابا شنو غادي ندير؟ هاد المطيشه غادي نصفيها من الزريعه ديال المطيشه. اللي ما بغاش الزريعه ديال المطيشه يصفيها يحيدها، واللي بغاها راه غادي يخليها. انا غير بغيت نوريكم بانها راه كتجي رائعه البنات وكتستافدوا منها. انا غادي نصفيها حداكم بهذا الشكل هذا، لان كاين اللي ما كيبغيش الزريعه ديال المطيشه. هانتوما صافي انا غادي نصفيها بهذه الطريقه. هانتوما كتشوفوها راه كتهبط صافي، لان حنايا ما عندناش غرضنا باش تكون لينا مطيشه تكون دايره قاصحه، لان هاد المطيشه راه كنديروها باش ما تكونش لينا قاصحه. غادي نجيب البالا هانتوما باش نديرها. هانتوما البنات صافي غادي نستمر هكا حتى نهبط المطيشه ديالي كاملها ونحيد لها الزريعه صافي، وكنخليها حتى تبرد وكنحتفظ بها. صافي البنات هانتوما انا راه صفيتها، ها هي صفيتها مزيان، حيدت ليها الزريعه باش تشوفوها كيفاش غتجي. وكاين اللي غادي يبغي يدير الزريعه راه غادي يخليها. هذه راه تصايبوا بها البيتزا، تصايبوا بها الحريره، ولكن حتى الحريره راه كنبغيو فيها بعض المره سميتو الزريعه د المطيشه ماشي مشكل. صافي حبيباتي هانتوما كتشوفوا، هانتوما ها هي المطيشه ديالي شوفوها كيفاش خرجات. هانتوما صافي هذا هو الشكل النهائي ديال المطيشه. هانتوما راه خاطره البنات، ماشي نجيب لكم معلقه باش تشوفوها. هانتوما هذا هو القوام ديالها. ها هي هذه راه كما قلت لكم انا غادي نوريكم الطريقه باش غادي نضيف عليها مازال البيتزا. غنوريكم الشكل باش نديرها في البيتزا، وباش نوريكم الاضافات اللي غادي نزيد عليها. صافي حبيباتي هانتوما كتشوفوا ها هي فيها مركز الطماطم، فيها غير معلقه، يعني ما غاديش نحتاجو باش غادي الا بغينا ان شاء الله رمضان نديرو بزاف. لا، كنديرو كيلو ديال المطيشه وكنديرو معلقه ديال المطيشه ديال الحك صافي، وكتجينا الحريره ديالنا زوينه وما تشبعوش منها. كنتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو وتستافدوا من هذه الطريقه اللي صايبت بها مركز الطماطم ديالي. انا هكا غادي نشدو، غادي نجمعها وغادي ندخلها الفريغو، وقت ما غادي ندير الحريره راه كنلقاها موجوده. صافي حبيباتي كان هذا هو الفيديو، كنتمنى يعجبكم وتستافدوا منه وديروها في قريعات وتسدوا عليها وتحطوها ولا ديروها في كونجيلاتور، راه ما غيوقع ليها حتى شي حاجه. ما تنساونيش من اللايك وتابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وكنقول لكم بسلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.